بسم الله الرحمن الرحيم. يا سائلي عن بلادي، إن لي وطنا هواه دماء تجري في شراييني. إذا قيل مصر تهاوى الدمع شجنا، وقلت يا أرضها السمراء ضميني. لا خير في الدنيا إلا في أم الدنيا، ولا أمان في الأرض إلا بخير أجناد الأرض. خير أجناد الأرض الجيش المصري العظيم اللي بنحتفل معاه في هذه الأيام بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، اللي أثبتت فيها العسكرية المصرية إنهم خير أجناد الأرض. أثبتت فيه العسكرية المصرية أن الوطن غالي، وتراب هذا الوطن نفديه بالروح، نفديه بالدم، نفديه بأغلى ما نمتلك، لأن مصر دولة ذات سيادة قادرة بفضل الله عز وجل وجيشها العظيم على حماية حدود ومقدرات الوطن. الحرب اللي قادتها الدولة المصرية في عام 1973 كانت حرب العزة والكرامة، كانت حرب أعادت للإنسان المصري وللشعب المصري مكانته وعزته وكرامته. بندعو الله عز وجل لشهداء هذا الوطن أن يسكنهم الله فسيح جناته، وأن يغفر لهم، وأن يسكنهم في أعلى درجات الجنان مع الأنبياء والمرسلين. لكن يا جماعة، الدولة المصرية في الوقت الحالي بتقود حرب أكثر شراسة من حرب أكتوبر 73. هتقول لي أكتر من حرب أكتوبر 73؟ هقول لك أيوة، لأن حرب أكتوبر 73 كان العدو معروف، كنت بتحارب عدو معروف وهو العدو الصهيوني. لكن احنا دلوقتي يا جماعة بنحارب أجهزة مخابرات عالمية، بنحارب أعداء للوطن داخل مصر وخارج مصر، فيه مخططات صهيونية بتعمل من أجل إسقاط الدولة المصرية. الدولة المصرية يا جماعة بتقود معركة شرسة ضد أعداء الوطن والدين، نكون أو لا نكون، ولكن بعون الله عز وجل وخير أجناد الأرض نكون ونكون ونكون. قلنا يا جماعة في أجهزة مخابرات عالمية بتسعى لتدمير الدولة المصرية، زي ما دمروا كتير من الدول العربية. الدولة المصرية والجيش المصري هو الجيش القوي في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط. لو تبص حواليك تلاقي دول كتير انهارت، دول سقطت، دول ذهبت ولم تعد، دول خرجت تماما من الخدمة. لو بصيت هتلاقي ليبيا كل عام وأنتم بخير، اليمن تعيش انت، العراق باي باي، لبنان لا حول لها ولا قوة، سوريا يعني زعلنا كتير على سوريا، لأن سوريا من الدول القوية في الوطن العربي. لكن يعني ربنا بقى سبحانه وتعالى يعني يعود الشعب السوري إلى وطنه، ويعم الأمن والأمان على كافة أنحاء الوطن العربي. أجهزة المخابرات العالمية اللي بتتدخل في الشأن المصري حاليا، لكن بعون الله المخابرات العامة المصرية بتواجهها بكل شراسة وقادرة إن هي تتغلب عليها.
فعلى طول دخلوا لنا من حتة تانية، رشحوا لنا زيلينسكي مصر، أحمد طنطاوي. أحمد طنطاوي مترشح لرئاسة الجمهورية. الراجل ده يا جماعة يفهم إيه في قيادة الوطن، مش علشان كان عضو مجلس الشعب يترشح لرئاسة الجمهورية. عملوها في أوكرانيا وشالوا الرئيس الفاهم وجابوا زيلينسكي والممثل الكومبارس. وشوف مصير أوكرانيا إزاي دلوقتي. أوكرانيا الدولة المستقرة، الدولة الغنية، الوقتي يعني راحت أوكرانيا. عاوزين يعملوا ده العمل الأسود ده في مصر، لكن استحالة يجيبوا رئيس كومبارس للدولة المصرية. الشعب المصري يا جماعة شعب فاهم، يعني شعب بيحب رئيسه، شعب بيثق في القيادة السياسية برغم كل الأزمات الاقتصادية. علشان كده عاوزين كل الدعم والمساندة والمؤازرة للرئيس البطل اللي شال كفنه على ايده، اللي انقذ البلاد والعباد بفضل الله عز وجل من دمار محقق. عاوزين نثبت للعالم كله ان الشعب المصري فاهم، شعب مثقف، شعب يقدر يحمي بلده ويقدر يساند رئيسه، ويثبت للعالم كله ان المصريين على قلب رجل واحد من اجل مصر وشعب مصر واستقرار الدولة المصرية. وبنقول لأعداء الوطن والدين: كل موتوا بغيظكم، كل موتوا بغيظكم، لن تفلح مخططاتكم في مصر. مصر يا جماعة مرت بأزمات كتيرة، لكن الأزمة الحالية يا جماعة مش أزمة اقتصادية بس، الأزمة الحالية أزمة اقتصادية. يعني فيه مخططات صهيونية، لكن بعون الله الإنشاءات شغالة، لكن بعون الله هنعدي الأزمة، لكن بعون الله هنثبت للعالم كله إن المصريين إن المصريين كلهم مساندين ومؤازرين ومتيمين بحب الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية. أغلى من الوطن عندنا مفيش، أغلى من الوطن عندنا مفيش. وحبنا لمصر وللرئيس السيسي ما بينتهيش. تحيا مصر بلادي، تحيا مصر بلادي في كل وقت وزمن وحين. وبنقول لأعداء الوطن والدين: كل موتوا بغيظكم، لن تسقط مصر، لن تسقط مصر، لن تسقط مصر. وإن شاء الله محفوظة يا بلادي، منصورة يا بلادي، وإن شاء الله هنقدر نكيد كل الأعادي. كل الشكر والتحية.